داخویانی جبو نرینا گشتی ببونیا بیرانینا جیهانیا پشگرییا تشبرییا تندیا جنه دبن دروشمیا داگرکری تندیا ببرخدانا هبرین امی داگرکری و فاشیستی تونه بکن کمالایا نتوین یکبوی روژا 25 مجدار سال 1999 روژا بیرانینا کشتنا خوشکن میرابال وکا روژا که جیهانی اجبو پشگرییا تشبرییا تندیا جنه راگهان خوشکن میرابال بسدما برخدانی آوان دجی دستلاتداره دومینا کان ای دکتاتور تریخیلو 1906 ین کو هاتنا کشتن ده روشنا ندیار دا ین کو بونا سمبولک جتواهی جنین جیهانی را ام بجنا خوا دطاوینش بو بیرانی ناوان و تواهی جنین برخودیر و بکروان آزادی مینا بکروان پی باور گشتی الأمين العام يا بارتيا سوريا بشروج هبرين خلف يا كوهات كشتن لسر دستن چكدارن تروريست لشكرن تركيا دما كوكار خوي فرمي دكر همج بكروان أمارا ريناس يا كشبو باراستنا خاكا خوي لهمبري چكدارن تروريست راستي كشتنه كهوبانه هات دايكا ما عقيدة انداما مجلسة دادايا جنه ديريشا كولسر کاروانا جویل یا کو چوبو سر کانیه و هر کس انکو برخدانی کرن جبو کارانی ناجنان هبش و ديمقراطيك و وكهبية گلان لباكور و روشيلات سورياي ينكو برخداني ديجي فاشيستا ترك کرن دروشن داگركريا ترك لسر سر کانیه و تل ابيض دبستان ما همبري روخاندن و خراب کرنه هاتن و گلک جوان هاتن گرتن هروها خوندکار ما جمافن خواد فێرکردنێ دا مانا خوندکار ما راستی کێمەندان بوونان بوون وەک زارۆک بناوێ سارا یا کۆلنگێ وێ هات جێگرن ji ber بۆمبەبارانکردنا تورکیایê û birayê wê Mihemed jiyana xwe ji dest da بکارانینا داگرکریya Türk ji çekên قەدەخەکirî di nav dewletan de wek fosfora spî ya ku gelek zarokên me li serê kaniyê pê hatin şewtandin wek Mihemed belavkirina kampanya piştgiriya dijberiya tundiya jinê tê naskirin ku berxwedaniya me parçeyeka jê berxwedaniya jinan li tevahî cîhanê ji ber vê yekê em ban li tevahî jinên cîhanê dikin da ku dengê xwe bilind bikin û daxwaza xwe dadkirina Erdoganê faşîst bikin li ser sûcên şer û dagirkerî û ramyariya leşkerî û tevahî diroviyên tundiya dijî jinê û parastina xaka xwe bikin li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ji ber vê yekê em peymana xwişkên mêrebal nû dikin yên dijî stemkarî û dîktatorî û pekrewanan hevdîn xelef amara rênas dayiqa eqîda da ku ev li ser şopa wan birêve herin bijî şoreşa jinê bijî piratiya gelên dîmokratîk. بيان إلى الرأي العام ومناسبة الذكرى العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار الاحتلال العنف بمقاومة هفرين سنقضي على الاحتلال والفاشية. أعلنت جمعية الأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني عام 1999 ذكرى اغتيال الأخوات ميرابال يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة. الأخوات ميرابال نتيجة مقاومتهن نضال ضد الحاكم الديمقراطي والدكتاتور ترخيلو 1960 تم اغتيالهن في ظروف مجهولة اللواتي أصبحن رمزا لجميع النساء في العالم. ننحني إجلالا وإكراما لذكرها وجميع النساء المناضلة وشهيدات الحرية. الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي تم اغتيالها بوحشية على يد مرتزقة الجيش التركي أثناء أدائها لواجبها الرسمي، والشهيدة أمارا ريناس التي استشهدت ومثلوا بجسدها الطاهر وهي تدافع عن أرضنا وشعبنا في حرب المقاومة ضد الاحتلال التركي، وهي هجوم على السريكاني والأم عقيدة عضو مجلس عدالة الأم المرأة في هجوم على القافلة المدنية التي ذهبت إلى سريكاني وكل من ناضل لتحقيق العيش المشترك والديمقراطية وعدالة الشعوب في شمال شرق سوريا اللواتي قاومن وناضلن في ضد الفاشية التركية.
وضمن ظروف الاحتلال التركي على سريكانية وتل أبيض تعرضت مدارسنا للتدمير والخراب وأغلقت الكثير منها، مما أدى إلى حرمان طلابنا من حقهم في التعليم. كما تعرض طلابنا للإعاقات الدائمة كالطفلة سارة التي بتر ساقها بسبب القصف التركي واستشهاد أخيها الطفل محمد. واستخدم الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض التي تعرض لها الكثير من أطفالنا في سريكانية كالطفل محمد. لقد تم إطلاق حملة المناهضة العنف ضد المرأة، فنعلم أن كفاحاتنا هو جزء من كفاح النساء في جميع أنحاء العالم. لذلك نناقض جميع النساء في العالم بأن يرفعوا أصواتهم عالية ويطالبوا محاكمة أردوغان الفاشي على جرائم الحرب والاحتلال التي يرتكبها والسياسة العسكرية وجميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية أرضنا في شمال شرق سوريا. لذلك نجدد عهد الإخوان بربال المناهضات لظلم والدكتاتورية والشهيدات هفرين خلف أمارة ريناس الأم عقيدة بالسير على خطاهن. عاشت ثورة المرأة، عاشت أخوة الشعوب الديمقراطية.